قرارات جديدة هيطبقها البنك الآلي المصري وجميع البنوك سواء البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة في مصر، مفاجأة على أسعار الفايدة الجديدة وعلى المعاملات المصرفية اللي هتتم غدا بداية من أول أيام العمل في البنوك غدا الأحد الموافق 28/12/2025. قرارات مصرفية مؤثرة على قطاع كبير، هنتعرف على كل التفاصيل. خفض سعر الفايدة بيدخل حيز التنفيذ في القطاع المصرفي باعتباره من يوم صباح الغد الأحد موافق 28 ديسمبر، وده بيجي بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تخفض أسعار الفايدة بواقع 100 نقطة أساس، بينعكس بشكل كبير على جميع المعاملات المصرفية والمنتجات. بداية تفعيل خفض سعر الفايدة في البنوك. بتكشف مصادر مصرفية إن لجان الألكو داخل 36 بنك حكومي وخاص ستبدأ اعتبارا من صباح الغد احتساب التأثيرات الفعلية لقرار خفض سعر الفايدة بنسبة 1%. التطبيق كافة المعاملات المصرفية سواء على مستوى القروض أو الودائع أو الأوعية الادخارية أو منتجات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات. بتعد لجان الألكو وحدات متخصصة بإدارة الأصول والخصوم داخل كل بنك في مصر تختص بتحديد أسعار الفايدة على مختلف المنتجات المصرفية. بيشمل خفض سعر الفايدة تأثير مباشر على عدد كبير من المنتجات المصرفية من بينها القروض الشخصية وقروض الشركات وحسابات التوفير. يتوقع أن تعيد البنوك تسعير بعض الشهادات الادخارية والمنتجات طويلة الأجل وفقا لرؤية كل بنك وسياسته الداخلية. أسباب خفض سعر الفايدة. قرار خفض سعر الفايدة جاء نتيجة تقييم تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية.